ازيكم عاملين ايه؟ لما نزلت بوست اللبس ومستلزمات النونو ناس كتير بعتت لي ايه كل دي محتاجه ميزانيه كبيره قوي. محتاجين نورث عشان نقدر نجيب كل الحاجات دي. لما ولدت ليكسي كنت لسه هبدا في اخر سنه دراسيه في الكليه. طبعا مصاريف الكليه والكتب والمواصلات ومشروع تخرج ومصاريف ولاده. طيب انا عملت ايه؟ حطيت الاول الاساسيات بتاعتي اللي انا لازم اجيبها. نبص على الفيديو اللي فات. الاساسيات دي اللي هي ايه الحاجات اللي انا ما اقدرش استغنى عنها. هبدا من الاهم في المهم. فمثلا انا اول حاجه فكرت فيها مصاريف الدكتور، الولاده، دكتور الاطفال، العلاجات، كل الحاجات دي رقم واحد. وبعدها المستلزمات من الصيدليه اللي تخصني انا والبيبي، الحلق والشفاط بتاع الانف والحاجات دي كلها. وبعدها اللبس وباقي مستلزمات النونو. واخر حاجه خالص الحاجات اللي هي مش ضروريه قوي اللي هي زياده شويه، ودي برضو اتكلمت عنها في الفيديوهات اللي فاتت. ودي بتتحط في بند يا اما جبتها يا اما لا. طيب هعمل كل ده ازاي؟ هبدا ان انا احوش بشكل ضروري لمصاريف الولاده بكل ما يخصها. اسال طبعا الاول على الاسعار، اكون عندي فكره من البدايه. ابدا ان انا احوش لها بشكل ضروري، يعني مش اللي يفيد مني، لا، انه داخل البيت لازم ان انا احوشه علشان مصاريف الولاده. طيب تاني بند الاسعار نفسها غاليه قوي. هجيب كل ده ازاي؟ لازم ان انا اتابع العروض، التخفيضات، الحاجات دي كلها علشان اعرف اجيب انسب حاجه، كميه كويسه. وابدا ان انا احط ليميت محدد مناسبني. انا مش هجيب حاجه اكتر من كذا، او انا هجيب في حدود رينج كذا، ما عديش الليميت ده. ليه؟ لان ده هيخليني اجيب كميه كويسه بسعر قليل. ودي خطوه مهمه جدا جدا علشان ابقى عارفه هجيب ايه بالظبط وكام قطعه وبكام بالظبط. لان في ناس كتيره بتنزل تقول انا جبت قطعتين ثلاثه ولقيت انه خلاص كل اللي معايا خلص، هقدر ان انا اجيب الباقي ازاي؟ فلا، احنا مش محتاجين ده خالص. النونو بيغير كتير، احنا محتاجين حاجات عاديه خالص، مجرد ان هي قطن بس، فمش لازم خالص انواع معينه. طيب ابدا بقى ان انا اجيب امتى؟ في ناس كتير بتستنى لحد الثامن والتاسع وتبدا ان هي تجيب وتشتري، وده بيكون لود كبير قوي لانه اخر شهور بيطلع مصاريف من تحت الارض كبيره جدا. ما بنقدرش ان احنا نجيب كل حاجه، ما بنقدرش ان احنا نتحرك علشان نلف ونشوف العروض والتخفيضات، وده كله بنكون خلاص خلصانين. الانسب ان احنا نبدا نجيب على المهل كل شهر حاجه كده، نقسم الحاجات اللي احنا محتاجين نجيبها علشان ما يبقاش كميه كبيره محتاجين نجيبها بمبالغ كبيره. والاسعار كمان كل ما ده بتزيد اكتر، فكل ما جبنا بدري كل ما لقينا الاسعار والتخفيضات احسن بكتير من الوقت المزنوق اللي انا هضطر ان انا اشتري فيه حتى لو الاسعار غاليه عليا. طيب مجرد ما بتاكد من نوع النونو انا اجيب حاجه على المهل. اجيب مثلا ايه كل ما ده كده 3 سولبتات مثلا، او حاجه من الحاجات اللي الاساسيه اللي انا حددتها. الحاجات الكبيره زي الكار سيت والعربيه والشياله لما جيت اجيبها كان في طبعا ماركات عاليه قوي وماركات تانية عاديه. جبت ماركات عاديه توفر معايا الفلوس نفسها اللي اتبقت، جبت بيها حاجات تانية مهمه للنونو، بدل ما كنت هجيب حاجه بسعر غالي وما اقدرش ان انا اجيب باقي الحاجات. وهكذا في باقي البنود، انا بدي مثال طبعا. طيب ده تاني بيبي ليا، هل هجيب جديد برضو؟ لو انا محتفظه بلبس البيبي الاولاني ومقفلاه كويس ونضيف وحالته كويسه استخدمه طبعا، مفيش مشكله خالص، اغسله غسله كويسه واستخدمه. ولو احتجت ان انا اجيب كام حاجه قطعه زياده كده كنوع من التغيير يعني تمام. لو النوع مختلف طبعا هجيب لبس من اول وجديد. لكن الحاجات اللي هي محايده، الفانلات، السلوبتات اللي هي الداخليه، الحاجات دي كلها اللي اقدر ان انا البسها للبيبي سواء ولد او بنت هتوفر برده معايا كتير. فهنحاول ان احنا بقدر الامكان نجيب الحاجات دي الوان محايده بحيث ان هي تنفع بعد كده سواء جه ولد او بنت. استنوني فيديوهات تانية. دمتم اشطر مامز.